يحكى أن رجلا يبلغ 30 من عمره متزوج ولديه 3 أولاد. الولد الصغير كان يبلغ من العمر 4 سنوات، وكانت لديه إصبع سادسة. وكان الأب لا يحبه مثل الاثنين الآخرين، وكان أخواه يكرهانه أيضا. وكانت أمهم قد توفيت بعد ولادة الصغير. ومن يوم لآخر كان الأب يزداد كرها لولده الصغير، ويزداد كره أخويه له، حتى أنهما أشارا إلى أبيهما بأن هذا الولد شؤم عليهم ولا بد من التخلص منه. وفعلا قام الأب بأخذ ذلك الطفل والذهاب به إلى مكان خال ورماه هناك، ثم عاد إلى البيت. وكان هناك مجموعة من المرة وجدوا ذلك الطفل فأخذوه معهم، وكان من بين هؤلاء المرة رجل عقيم يبلغ من العمر 40 عاما، وهو تاجر يتنقل بقافلته التجارية من بلد إلى آخر. قال لهم: أنا سأتبنى هذا الطفل، لعل الله يجعله عوضا لي ويكون لي ولدا صالحا. وفعلا أخذ التاجر الطفل، وعند وصوله إلى البيت استقبلته زوجته وقالت له: من أين لك هذا الطفل؟ قال: لقد وجدناه بالطريق وقررت أن أتبناه، لعل الله علم بأني لا أنجب أطفالا فأرسله لي ليكون ولدا لي ولك ويحمل اسمي بعد مماتي. فرحت الزوجة وقالت: لقد أكرمنا الله بطفل، وإن كان ليس من نسلنا، لكن أعدك يا زوجي بأني سأعتني به وأربيه كأني حملته 9 أشهر في بطني. وفعلا اعتبراه ولدهما، وعاملاه معاملة الأب والأم اللذين لا يملكان سوى ولد واحد. وبعد أن أصبح ذلك الولد شابا، قال له الأب الذي تبناه: يا ولدي، لقد أصبحت شيخا وتعبت كثيرا من الذهاب والإياب والتجارة. الآن أسلمك المهمة، لأن كل ما جمعته من مال وتجارة هو لك. والآن ستستلم المهمة لتصبح مثلي وتتاجر وتعتمد على نفسك. قال الشاب: سمعا وطاعة يا أبي. ولم يكن يعلم الشاب أن ذلك التاجر ليس أباه الحقيقي. استلم مهمة أبيه التجارية، وكان يتاجر بشراء وبيع البضائع متنقلا بين البلدان، مثلما كان يفعل أبوه الذي تبناه. وفي المقابل، وبعد أن كبر إخوة الشاب، الابنان الحقيقيان للأب العجوز، وأصبح والدهما الحقيقي شيخا كبيرا، لم يعتنيا به، وكان عقين به، حتى إن عصيانهما بلغ أن رمياه في نفس المكان الذي رمى فيه الأب ولده الصغير. وبينما كان الشاب يسير بقافلته التجارية، رأى ذلك العجوز وهو والده الحقيقي، وهو يمشي ويسقط، يكاد يقتله الجوع والعطش. فنزل من على فرسه واقترب منه وقال له: ما بك يا عم؟ أهل أنت تائه؟ قال له العجوز: ألك ماء تسقيني؟ وسأخبرك بالقصة. فسقاه حتى ارتوى، ثم قال له: استرح قليلا وتناول الطعام، ثم سأصطحبك معي إلى البيت، وهناك أخبرني بقصتك. ومضى الشاب وقافلته والرجل العجوز حتى وصلا إلى البيت، وهو بيت التاجر. فدخلا معا، وقال الشاب لأبيه الذي تبناه: لقد وجدت هذا العجوز المسكين تائها في المكان الفلاني، فاصطحبته معي. قال التاجر العجوز: فعلت خيرا، وما ذهب تربيتي وتعليمي فيك سدى، إنني فخور بك يا ولدي. ثم التفت إلى العجوز وقال: أهلا وسهلا بك ضيفا ومقيما إن أردت. نظر العجوز إلى التاجر وقال: شكرا لك ولولدك على ما تفعلانه من أجلي. قال التاجر: تفضل واسترح، وقل لنا ما هي حكايتك؟ قال العجوز: قصتي طويلة، ولكن ما حصل لي هو قضاء وجزاء. لقد عاقبني الله بسبب جرم فعلته قبل 20 سنة. قال التاجر: ماذا فعلت يا أخي؟ كلنا نخطئ، وليس هناك من لا يخطئ.
قال العجوز وهو الأب الحقيقي للشاب: لقد تزوجت قبل عقود من الزمن، ورزقني الله ب3 أطفال، ومن ثم توفيت زوجتي. وكان أصغر الأولاد لديه تشوه بسيط، وكان أخواه يكرهانه، وحتى أنا تشاءمت منه، وفي يوم من الأيام قررت التخلص منه، وقمت برميه في نفس المكان الذي وجدني فيه ولدك هذا. وبعد أن كبر وزوجتهما وقسمت بينهما ما لدي من مال، قرر التخلص مني لأني أصبحت عبئا عليهما، وقام برمي في نفس المكان الذي رميت فيه ابني الصغير. تغير وجه التاجر، وبدا عليه الاستغراب والدهشة، لكنه لم يكن مصدقا القصة تماما، حتى إنه قال لولده: اذهب وحضر لنا بعض الطعام. وعندما خرج الشاب، قال التاجر للعجوز: ما نوع التشوه الذي كان في ولدك الذي رميته في الصغر؟ قال له العجوز: كان لديه في كل يد إصبع سادسة. فبكى التاجر وقال له: وهل الإصبع السادسة تعد تشوها؟ هل تعلم أن من وجدك في ذلك المكان هو ذلك الطفل صاحب الإصبع السادسة؟ فقال العجوز وهو الأب الحقيقي: أسألك بالله أهو هذا وكيف ومن أين أتيت به؟ قال التاجر: من نفس المكان الذي رموك فيه أولادك العقون. فدهش العجوز وبك وأغمي عليه. وعندما أفاق قال له التاجر: لا تخبره بأنك أبوه الحقيقي، وعلى ضمانتي أنه سيعتني بك حتى يوافيك الأجل، لأني لم أخبره بأني لست أباه الحقيقي، ولا أريده أن يعلم. قال العجوز وهو الأب الحقيقي للشاب: لن أخبره بشيء، فأنا لا أستحقه. نعم، لا أستحق ولدا صالحا مثل هذا. أنا أستحق ما حصل لي من أخويه، وأنت تستحق أن يناديك يا أبي، لأنك صنعت منه رجلا ب1000 رجل. ولم تمض يومان حتى توفي ذلك العجوز، الأب الحقيقي للشاب. وقبل أن يموت قال لولده: هل لك أن تقترب مني؟ قال الشاب: نعم، ها أنا قد اقتربت منك. فأمسك بيده وقبل الإصبع السادسة وقال: ما أجملك من إصبع. ثم شهق شهقة واحدة وتوفي على الفور. فاستغرب الشاب وسأل والده التاجر الذي تبناه ورباه: لماذا قبل إصبعي؟ فقال له العجوز التاجر: لأنها تذكره بزوجته، كان يحبها، وكانت لديها إصبع سادسة مثلك. فحزن الشاب وقام بتقبيله وهو يقول: رحمك الله، أنت وزوجتك التي سبقتك بالممت.